هذه هي الكيكه اللي ما كتحشمنيش مع ضيافي. كنخلط كلشي دقه وحده في المولينيكس وغير في المول ديال 260. كتجي طالعه وخفيفه وديما كتسولوني على المقادير ديالها. درت معكم الفيديو الاول، درت معكم الفيديو الثاني، وعاوتاني صوبتها البارح وقلت علاش لا اللي ما نشاركش معكم ثاني المقادير في فيديو اخر. وشوفوا لي اختي كيفاش كتجي من الداخل، كتجي مفشفشه وطالعه. ونهار قطعتها معكم وهي مازال سخونه، ملي غادي تزيد ملي مازال غادي تبرد غترجع احسن واحسن. كناخذ اختي هنا كاس ديال المولينيكس، كندير فيه 3 ديال البيضات، قبيصه ديال الملحه. غندير هنا كاس ديال السنيده. في الاصل انا كندير فيها كاس ونص ديال السنيده، غير على قبل الحلاوه، اما سنيده ما كتزيد ما كتنقص. درت هنا كاس معامرش ديال الزيت وكاس ديال الحليب وكاس ديال الماء من الروبيني، جوج ساشي ديال الفاني. وغندير هنا ليمونه القشور ديالها غادي نحكهم وغادي نخلطها مزيان حتى يبان لي تبدل اللون ديال داك الخليط. وغنديرو في واحد البانيو. وبالنسبه للدقيق كنعبر هنا بالكاس ديال العنبه، بطبيعه الحال ضروري خاصو يتغربل. كندير هنا جوج كيسان هما الاولين، كنخلطهم مزيان. عاده كنزيد هنايا جوج كيسان في الاخر، كنزيد معاهم هنايا جوج ديال الخمارات وغادي نخلط مزيان. الا كانت بانت لكم مازال خفيفه غادي تزيدي فيها اختي جوج معالق. قوام ديال الكيكه راه كلشي تيعرفوا. كتكتبي 8 خاصها تبان لك واحد شويه عاد تنزل. صافي البنات هنا تتحركي مزيان. هنا انايا زدت عليها في الاخر الفيرميسيل الالوان، كتبقى اختياريه، بغيتي تزيدي زيدي، ما بغيتيش تزيدي انتي حره. صافي البنات وغادي نديرها في المول اللي كنكون دهناه من قبل بالزبده والدقيق، ودرتو في المجمد تقريبا واحد 20 دقيقه هكاك. وبالنسبه للطياب البنات راه تنطيبها انا غير في الفران ديال الغاز، كنديرها الفوق ونشعل عليها العافيه من التحت ونخليها تقريبا واحد نص ساعه هكاك حتى كتبان ليا طلعات. عاده كنحمرها من الفوق، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. هنايا راه صورتها لكم عن قرب.